هكلمكم النهارده عن اكتر حاجه بستخدمها في شغلي مقدرش استغنى عنها، بتوفر عليا وقت ومجهود، كمان هي اوفر كتير من اني اروح اطبع بره الورق اللي انا بحتاجه. كمان هقول لكم كل عيوبها ومميزاتها. بالنسبه للطبعه اللي معايا دي فهي من شركه إبسون، شركه محترمه جدا. انا استخدمت 2 طبعه قبل دي من نفس الشركه، يعني دي كده 3 طبعه، والكلام ده على مدار حوالي 9 سنين، والطبعه دي بقالها معايا 3 سنين. موديل الطبعه دي L382، ما اعتقدش هتلاقوه دلوقتي لان هي قديمه شويه، بس اكيد هتلاقوا حاجات احسن منه نزلت. وعموما مواصفاتهم كلهم تقريبا متشابهة، يعني بالنسبة للمميزات والعيوب وازاي نحافظ عليها. طريقة استعمالها بسيطة جدا، وده كده زرار الباور بنشغل الطبعة منه، والطبعة دي كمان فيها سكانر، يعني بستخدمها كمان لتصوير الورق. فالزرار ده بيصور الورق بس ابيض واسود، والزرار ده كمان خاص بتصوير الورق بس بيطبع الورق الوان. والزرار ده مش بنستخدمه خالص، ده خاص بالحبر كده، لما بيبقى فيه مشاكل في الحبر بيقعد ينور. ولو فتحنا الجزء ده كده هنلاقي السكانر، ممكن نحط ورقة هنا وندوس على الزراير اللي تحت اللي انا وريتها لكم عشان نطبعها. كمان لو موصلين الطبعة بجهاز كمبيوتر او لابتوب، والصورة اللي احنا حاطينها في السكانر دي عليها رسمة او اي شكل، ممكن بخطوات بسيطة قوي عن طريق الجهاز ان انا اسحب الصورة دي واحتفظ بيها عندي. يعني زي الصورة دي كده انا كنت رسمها بنفسي على ورقة، فحطيت الورقة في السكانر وسحبت الرسمة وتحولت لصورة اقدر احتفظ بيها على اللاب بتاعي. وزي ما انتوا شايفين كده الصورة حلوة جدا وواضحة، والاجزاء دي بس كل وظيفتها ان هي تسند الورق. بستخدم مع الطبعة دي نوعين من الورق، اول نوع وهو ورق الE4 العادي المخصص للطباعة، وتاني نوع ورق مخصص للصور، ده بستخدمه لما بكون عاوزة اطبع صور شخصية، بيبقى تقيل كده شوية وبيلمع. اول نوع هنجربه مع بعض وهو الورق المخصص للصور. بنحط الورق في المكان ده كده، بعدين بنوصل الطبعة باللاب او الكمبيوتر عن طريق الوصلة دي، والوصلة دي بتيجي مع الطبعة. بعدين بحدد الصورة اللي انا عاوزاها واديها امر الطباعة. خليني اقول لكم ايه الهدف من اني اجيب الطبعة دي. اول واكتر سبب كنت عاوزة اشتري عشانه الطبعة دي ان انا كنت عاوزة اطبع صور شخصية، وتاني حاجة كنت عاوزة اطبع ورق كده ملون منقط عليه ورد، حاجات كده يعني بحتاجها في شغلي. الورق ده ما بيبقاش متوفر كتير، وكمان بيبقى اسعاره غالية جدا، كمان مش بلاقي كل الاشكال او الالوان اللي بحتاجها، فكنت حابة اطبعها بنفسي. وتالت سبب اشتريتها عشانه ان انا بحتاج اطبع عليها اي ديزاين انا هنفذه مثلا على الفوم، بدل ما ارسمه وتطلع الرسمة مش مظبوطة بطبعه الاول وبعدين بستخدم الورقة دي كباترون وبمشي عليه. انا كده طبعت الصورة الشخصية وهنشوف جودتها مع بعض. اما بقى بالنسبة لمميزات البرينتر ده، فاولا هي سعرها مش غالي، ممكن تكون غالية شوية على بعض الناس، لكن هي فعليا مش غالية بالنسبة لباقي الاسعار اللي في السوق، وبالنسبة لجودتها في الطباعة. حتى الطبعتين اللي كانوا عندي قبل دي كانت طباعتهم جودتها كويسة قوي، بس ما كانش فيهم سكانر. كمان الطبعة دي وزنها خفيف ونقدر نعمل لها صيانة بسهولة ونتحرك بيها، مش مشكلة ابدا. طبعا فيها سكانر وده بينفعني كتير قوي، بخلاف يعني ان هي بتطبع كويس. كمان زي ما وريتكم طريقة استخدامها سهلة جدا، يعني مش معقدة ابدا وممكن اي حد يستعملها بسهولة. احبارها سائلة متوفرة جدا وبانواع كتير، وسعر احبارها مش غالي، وكمان سهل نملى الاحبار بتاعتها بنفسنا، مش محتاجين حد متخصص. طبعا انا بتكلم عن الاحبار الكوبي لان الاحبار الاوريجينال سعرها غالي فعلا، بس في انواع في الكوبي حلوة وبتديني نفس النتيجة. طريقتها سهلة جدا، بيجوا طقم كده مع بعض الاربع الوان، وكل الموضوع بقى بنفتح الغطا كده تبقى متقفلة كويس جدا زي كده، بنشيل السلوفان ده ونرجع نقفل الغطا تاني، وبيبقى فيه غطا صغير كده من فوق، ده بقى بيساعدنا ان احنا نملى الحبارات كده بنظافة والدنيا ما تتبهدلش مننا. كمان لو الحبارة ما اخدتش كل كمية الحبر بنحتفظ بباقي الحبر في العبوة بتاعته كده ونقفله بالغطا الصغير اللي فوق، لان مش كل الالوان بتبقى خلصانة مع بعض في الحبارة، يعني بيبقى فيه لون اكتر من لون. اول حاجة هنلاقيها في الحبارة كده الكاوتشات اللي بتقفل العبوات بتاعة الحبر، بنشيل بقى الكاوتشات كلها كده على جنب، وبعدين نبدأ نملى الاحبار كل لون كده في المكان بتاعه. سهلة جدا ومن غير اي بهدلة، وبصوا الموضوع بسيط. كمان عايزة اقول لكم بتقعد معايا وقت طويل جدا على ما بحتاج املاها تاني. طبعا كل الحبر اللي بيتبقى معايا ده بقفل العبوة بتاعته وبحتفظ بيها، بتقعد معايا فترة طويلة قوي ما بيحصلهاش حاجة. لما بنخلص بقى بنرجع كل حاجة مكانها ونقفل الحبارات كويس قوي. ودي جودة الصورة بعد ما اتطبعت. هحط لكم الصورة الأصلية كمان عشان تقدروا تقارنوا ما بينهم، مع ان يعني التصوير بيغير شوية في الألوان، بس برضو أكيد واضح ان التفاصيل باينة والجودة كويسة قوي. فمن ناحية السبب الأولاني اللي خلاني أشتري الطبعة دي، أنا مبسوطة وراضية جدا عن النتيجة وجودة الطباعة، ومش بحس بفرق أبدا ما بين الصور اللي بطبعها في البيت أو اللي بطبعها في الاستوديو. ودلوقتي نجرب الطباعة على الورق العادي. هطبع ديزاين من اللي أنا بحتاجهم في شغلي، وزي ما انتوا عارفين كل حاجة ليها عيوب ومميزات، ومن عيوب الطبعة دي
دي ان احبارها سائله. هو فعلا الطبعات اللي احبارها سائله بتبقى جودتها حلوه قوي في الطباعه، ولكن برضو الاحبار السائله ممكن تتسبب في مشاكل كبيره، زي مثلا اني لو ما استعملتش البرينتر كل يوم وطبعت عليها الاحبار بتنشف جوه الطبعه، وكمان بتسبب مشاكل في الهيد بتاع الطبعه، وده عشان يتغير تقريبا بيبقى بتمن الطبعه كلها. احيانا بينفع يتصلح لو المشكله بسيطه، لكن لو مثلا سيبنا البرينتر اسبوع ما طبعناش عليها في الغالب بيبقى صعب يتصلح. وتاني مشكله بتواجهني بسبب الحبر السائل ده ان انا مش بعرف استخدم الورق المطبوع ده في شغل الديكوباج، لان في شغل الديكوباج الورقه بتتعرض للميه، والاحبار السائله ما ينفعش تتعرض لميه لانها بتسيح. العيب اللي بعد كده انها بطيئه جدا، يعني ممكن تقعد من 5 ل7 دقايق عشان تطبع ورقه واحده، ودي مش مشكله كبيره قوي لو ما كناش مستعجلين او مش هنطبع ورق كتير. العيب الاخير بالنسبه لي انا ان هي بتطلع الورقه مطفيه كده، يعني مش هتنفع معايا في طباعه الديزاينات اللي انا بحتاجها. انا محتاجه ورق بيلمع والوان زاهيه، فالنتيجه دي بالنسبه لي مش كويسه وما قدرتش استخدمها الاستخدام ده، وده اللي خلاني اشتري برينتر تاني، برينتر ليزر. لو حابين اتكلم عنه هو كمان اعمل لكم عنه ريفيو مميزاته وعيوبه اكتبوا لي في الكومنتس. اما بالنسبه للسبب الثالث اللي خلاني اشتري الطبعه دي، فهي كويسه جدا وبتطبع لي اي رسمه انا عاوزاها، وبعرف استخدم الرسمه في شغلي بسهوله. هقول لكم دلوقتي انا بتلاشى ازاي ان البرينتر تبوظ مني. فهو مفيش غير حل واحد عشان نحافظ على البرينتر، ان يبقى عندنا صوره فيها ال4 الوان الرئيسيه اللي موجودين في البرينتر. لو مش هنشتغل على البرينتر كل يوم يبقى نطبع الصوره دي كل يوم او يوم ويوم بالكتير، لان من خلالها هنسحب كل الاحبار اللي في الخراطيم، ومع تكرار الموضوع ده كل يوم كده الحبر مش هينشف لان احنا بنستخدمها. انا كل يوم بطبع عليها يا اما من على الكمبيوتر او لما بكسل يعني بكون دايما حاطه الصوره دي كده في الاسكانر ومش بضغط على الزرار ده عشان ده هيطبع ابيض واسود وانا محتاجه اسحب الاحبار كلها، فبضغط على الزرار الاخضر ده فبيطبع لي الورقه. فدايما لو انا مش عاوزه اوصل اللابتوب بالبرينتر بيكون ده حل سهل قوي وسريع بالنسبه لي، اني بشغلها من زرار الباور وبعدين بضغط على الزرار الاخضر وبس كده. وبالنسبه لتهدير الورق فانا بستخدم الورقه الواحده كذا مره، يعني بطبع عليها كذا مره مش بيفرق معايا لان انا كده مش هستخدمها، انا بس عايزه اسحب الاحبار. وبالنسبه لتهدير الاحبار فانا حاطه عمدان صغيره جدا من كل لون، يعني مش بسحب احبار بكميات كبيره. وطبعا الكلام ده ينطبق على البرينتر دي او اي برينتر تاني بتاخد حبر سائل. وبس كده، دي كل التفاصيل بتاعه الطبعه بتاعتي. لو في اي سؤال سيبولي في الكومنتس.